بصفة عامة قبل ما ناخد مسار طويل نتأكد من مستوى الزيت. الجواب 1. من مستوى سائل التبريد. الجواب 2. مستوى تلف لوحات الفراميل. الجواب 3. مستوى الماء ديال الزاج. الجواب 4. مني نمشي في رحلة طويلة كتخضع ميكانيك السيارة لاستخدام كبير، لذلك باش نقص من ارتفاع درجة الحرارة ديال المحرك كنقوم بفحص جميع السوائل اللي كتشارك في التبريد قبل ما نمشي. الزيت اللي كتزيد الأجزاء المتحركة وكيمنع ارتفاع درجة الحرارة، الماء اللي كيحد من تسخين المحرك. بالإضافة إلى ذلك من الضروري واللازم يكون عندي غسالة الزجاج الأمامي في حالة جيدة، لذلك كنتحقق من مستوى السائل اللي كيحتوي عليه. الإجابة الصحيحة 1 2 و4. ترك طفل صغير بوحده بلا مراقبة داخل السيارة يتعتبر خطير إلا بقى مدة طويلة. الجواب 1. يتعتبر خطير وخا بعض الدقائق. الجواب 2. ما كيشكلش حتى شي خطورة. الجواب 3. كيف ما كانت المدة اللي غادي نكون فيها غايب. من الخطر والتهور نخليو أطفال صغار داخل السيارة وبلا مراقبة. بالفعل هناك خطر، يتعرض للاختطاف، تجيه نوبة فزع، المركبة يصدمها شي حد، يجيه البرد ولا الصهد مثلا. الإجابة صحيحة 1 و 2. حالة نقصان ديال الزيت الرمز اللي غادي يشعل على لوحة القيادة هو رقم 1 الجواب 1، رقم 2 الجواب 2، رقم 3 الجواب 3. قبل كل شيء لازم التمييز بين المؤشر الضوئي البرتقالي اللي كيشير أن الجهاز خدام من المؤشر الضوئي اللي كيعلن على الخطر. ملي المؤشر الضوئي الأحمر شعل ما يمكنش لي نمشي، هناك خطر وقوع تلف للمحرك. المؤشر الضوئي رقم 1 كيبين أن هناك مشكل. ما كاينش مكان لهاد الحقيبة داخل حقيبة السيارة. هاد السائقة يمكن ليها توضعها على المقاعد الخلفية. الجواب 1 في الخلف حدا الزاج. الجواب 2 على المقعد مربوطة بحزام السلامة. الجواب 3. من الأفضل باش توضع حمولتك في صندوق السيارة بدلا من داخل السيارة. في الواقع حالة حدوث صدمة عنيفة فإن الأشياء الموجودة على الخلف أو المقاعد معرضة لخطر الانقلاب للأمام، ومع ذلك فقد خزنت الحزم الطاقة الحركية، وهذا يعني أن علبة بوزن 10 كيلوغرام أثناء الاصطدام بسرعة 50 كيلومتر في الساعة تتحول إلى قذيفة كتوزن حوالي 100 كيلوغرام، وبالتالي يقدر يكون خطير جدا على ركاب السيارة. ومع ذلك إلا تمكنت باش نوضع حزام الأمان حول الجسم فباش تثبت في مكان في حالة حدوث اصطدام، لذلك هذا احتمال. الإجابة الصحيحة 3. جهاز مضاد السرقة كيسد المقود على التشغيل. صحيح. الجواب 1. خطأ. الجواب 2. لفتح الجهاز لازم نوضع الرجل على دواسة الفرامل. صحيح. الجواب 3. خطأ. الجواب 4. النظام المضاد للسرقة تيكون في عمود التوجيه في المركبة وتيسد المقود. بالفعل النظام المضاد للسرقة مدمج في مفتاح التشغيل في البلاصة اللي تدير فيها الساروت باش تخدم السيارة. باش تحيدو خاصك تدور الساروت والمقود في نفس الوقت. إلا ما عندكش ساروت النظام المضاد للسرقة غادي يمنع المقود من الدوران وما غاديش يمكن ليك تخدم السيارة. الإجابة صحيحة 1
و4. كاميرا ديال الرجوع للخلف كتمكن نشوف الجوانب كاملين ديال المركبة. الجواب 1. نشوف الخلف ديال العربة. الجواب 2. نتفادى الاصطدام. الجواب 3. تم تجهيز السيارات الحديثة اليوم بكاميرات أمامية وخلفية. كاميرات الرجوع للخلف كتسمح لك باش تشوف للخلف. في الواقع السيارات الحالية عندها أعمدة الأبواب واسع كتخلق أقنعة بصرية. لمساعدة السائق، هذه الكاميرات أداة لا تقدر بثمن باش نتجنب الاصطدام اللي ماشيين على القدام أو الاصطدام بمركبة أخرى. ومع ذلك فإن هذه التقنية ما كتعفيش السائق باش يشوف بالرؤية المباشرة. الإجابة الصحيحة 2. هذا الجهاز كيمكن من زيادة في الضوء ديال لوحة القيادة. الجواب 1. نشعل الضوء ديال الضبابة القدام. الجواب 2. نستخدم جهاز ضبط الإشعاع. الجواب 3. ملي كتكون عندي مركبة من لازم عليا نكون كنعرف لاش كيصلح كل جهاز على لوحة القيادة. أثناء السير خاصني نكون عارف ذهنيا الوضع ديال كل زر أو جهاز. ما يمكنش لي نغفل على الطريق ولو الثانية. هادشي علاش ملي تكون المركبة محملة نحاول نضبط الضواو قبل الانطلاق. المرحلة الأولى، جهاز ضبط علو ديال الضواو عليه صورة توضيحية ديال ضوء التوقف بسهم للأعلى والأسفل. هذا كيشير على كيفية استخدام جهاز ضبط الإشعاع ديال الضوء عليه صورة توضيحية على شكل مصباح صغير لأن الحدة الضوئية قليلة. أخيرا، تشغيل الضوء ديال الضبابة القدام موجود على جهاز تشغيل الضوء الموجود حدا المقود. الإجابة الصحيحة 3. الراكب اللي ما كيشدش حزام السلامة في الخلف كيكون في خطر. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. كيعرض الراكبين القدام للخطر. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. حزام السلامة كيمكن من تقليص من عدد ضحايا الطريق. الدور ديال حزام السلامة هو يخلي الشخص كيشكل جسم واحد مع هيكل المركبة والاستفادة من الاعوجاج ديالو عند الاصطدام باش يمنع عقد الراكبين. الراكب القدام كيعرض راسو للخطر إلا ما ربطش حزام السلامة. الجسم ديالو غادي يبقى محافظ على السرعة الأولى للمركبة وما غاديش يستفد من نقصان ديال السرعة. بالتالي غادي لا محالة يتم القذف ديالو على الزجاج الأمامي. وكنعرفوا أن كل ما كانت السرعة كبيرة الأضرار الجسمانية كتكون كبيرة، وبالنسبة للراكب الخلف أضرار كتكون أخطر. هذا الأخير كيتم القذف ديالو على الرأس. الراكبين القدام يوقعوا أضرار جسمانية ليه وللراكبين الآخرين. الإجابة الصحيحة 1 و3. ضابط السرعة كيمكن من تقليص استهلاك الوقود. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. كيقولوا جميع الخبراء من خلال الحفاظ على سرعة الانطلاق المحددة مسبقا كيساعد ضابط السرعة على تقليل استهلاك الوقود. وهذا الجهاز أيضا كيساعد جميع سائقي السيارات اللي كيعانيوا من متلازمة القدم الثقيلة على دواسة الوقود. هذه المزايا حقيقية على الطرق السريعة والطرق الرئيسية، خط مستقيم بدون منحنيات حادة. ومع ذلك في المناطق الجبلية هذا الجهاز ما بقاش عنده فائدة كبيرة. وعلى العكس، من خلال التحكم في سرعة ثابتة في العقبة يجعل منظم السرعة أنه كيقضي وقته في البحث على سرعة المحرك المناسبة. في النهاية المنظم كيبقى مساعد مهم في الحد من استهلاك الوقود. الإجابة الصحيحة 1. الفحص التقني يعتمد على 77 نقطة للمراقبة. صحيح، الجواب 1. خطأ، الجواب 2.
الفحص التقني الدار باش يضمن مراقبة حالة المركبات في الشارع العام. أول فحص تقني ديال المركبة جديدة تيدار في 6 أشهر اللي تتسبق 5 سنوات من الاستعمال على الطريق. من بعد خاص تكون مراقبة كل عام. الفحص التقني كيعتمد على 77 نقطة للمراقبة وكيضمن متابعة منتظمة للحفاظ على المركبات. في حالة عيوب كبيرة مطلوب من مالك المركبة يقوم بالإصلاحات اللازمة. الإجابة الصحيحة 1.